مش لازم تخاف وانت بتمثل. عارف ليه؟ لان مفيش حد في الدنيا بيعرف كل حاجه. انت عارف شويه حاجات، شويه الحاجات دي خش حطهم قدام الكاميرا او اون ستيج واخرج. مفيش حد له عندك اي حاجه. انت ملك اللحظه دي، انت في لحظه ابداع. لو انت في لحظه ابداعك دي فكرت في اي حاجه تانيه، سواء كانت الحاجه دي الناس هتقيمني بايه؟ انا بمثل حلو ولا وحش؟ يا ترى هنجح في استكمال التيك اللي انا فيه او المشهد اللي انا فيه ولا لا؟ كل الامور ديت هتخلي ادائك بجد يبقى وحش. التيك علشان يكون هو ده التيك التاريخي. ولا حد بيمثل مشهد عشان يكون ده اهم مشهد مثله في حياته. لكن كل تيك حضرتك بتصوره او كل مشهد بتمثل فيه هو بمثابه خطوه في مشوارك للفن. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا كل تيك هخلصه وكل مشهد همثله هرجع هبص له بنظره ثانيه بعد ما ينتهي. هشوف انا كان ناقصني ايه فيه وهستكمله في المشهد اللي بعده.